مش لما قليل الادب. محمد فؤاد قدامه مش لما. اخويا جيب جلطة وده مش عايز يعمل له حاجة، قليل الادب. كلمات دي على لسان الفنان محمد فؤاد لما اشتبك مع طبيب الطوارئ في مستشفى عين شمس التخصص. تحليل الخناقة ان لما دخل الاستاذ عبد العزيز اخو محمد فؤاد وبجلطة في القلب في المستشفى، اهله وصلوا الاول وكلموا فوقش وقالوا له الحق اخوك حالته متدهورة ومفيش حد ساق. دخل محمد فؤاد متعصب، انجزوا يلا هاتوا الدكتور. اما الدكتور قال له احنا بنحاول نعمل له اصل. فصور فؤاد الفيديو المتداول وقال ان الدكتور ده خطر على المرضى، مش مقدر ان فوقش في حاله واقف معاه. طبيب ان الفنان شتمهم والمريض كانوا بيعملوا له الاسعافات الاوليه، وبحسب شهود عيان ان فؤاد هو الغلطان، والاتنين عملوا محاضر في بعض. فؤاد كان جاي مع عدد من الاشخاص وكل واحد كان بيسأل عن حالة المريض، فراح الدكتور قال لهم وهو طبعا عشان مضغوط: يا جماعة انا مش كل شوية هقعد اشرح لواحد، اسألوا الحد اللي انا قلت له عن الحالة. فطبعا فؤاد قال ازاي انا يتقال لي الكلام ده؟ انت تقف قدام